في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار بدأ الجيش العراقي عملياته العسكرية الواسعة لمطاردة جماعات تنظيم القاعدة في تلك المناطق. القوات تمثلت بعناصر من الجيش وقوات المارينز وطيران مروحي مصحوبة بدبابات ومدافع متنقلة اقتحمت معسكرات لمسلحي القاعدة. رئيس الوزراء نور المالكي أكد أن العملية هدفها تخليص الأنبار من القاعدة متوعدا بالحسم السريع. هذه السيارات المفخخة التي تضرب في الديوانية وتضرب في كربلاء وتضرب في البصرة وفي بغداد تنطلق من هناك بعضها، وإذا كان العالم يفتش عن إرهابي هنا وعضو في القاعدة هناك، فالآن أصبحت عندنا في الأنبار في هذه الساحة مقر قيادة القاعدة، وإن شاء الله سنحسم هذا الموضوع في الأيام القليلة القادمة، وستستمر الملاحقة. اليوم القيادات مجتمعة لعمليات كبرى في الأنبار. العملية بدأت على خلفية مقتل قائد الفرقة السابعة، هذا بالإضافة إلى تنامي نشاط تنظيم القاعدة وإنشائهم معسكرات للتدريب وتفخيخ العجلات التي تستخدم في استهداف المدنيين. رئيس مجلس إسناد الأنبار أكد أن عشائر الأنبار تدعم القوات الأمنية في عملياتها، إضافة إلى تجديد تهديداته بضرب ساحة الاعتصام التي أصبحت ثكنات عسكرية لمسلحي القاعدة. هي الساحة تحولت إلى مقرات للإرهاب ومقرات القيادة. الإرهاب في العراق كل واحد يعمل له جريمة أو يقتل واحد أو يخطف واحد يتوجه إلى هذه الساحات، ولدينا الأسماء كثيرة من هؤلاء الناس، وفعلا متواجدين هم في الساحات ولا زال تهديدنا قائم. لكن التدخل مجلس المحافظة والمحافظ بفضل الاعتصامات وفق القانون كان هو الأفضل، وبالفعل احنا طعنا المسؤولين في المحافظة وتعهدوا بإزالة الخيم وقتل الإرهابيين الموجودين فيه. وتؤكد المعلومات العسكرية أن قوات الجيش العراقي تمكنت من فرض سيطرتها على أجزاء واسعة من وادي حوران والأبيض في صحراء الأنبار، بالإضافة إلى تدميرها معسكرات لمسلحي القاعدة في تلك المناطق. لا تراجع عن العمليات العسكرية في محافظة الأنبار، كثير من يراها بأنها ستسهم في القضاء على مسلحي القاعدة المتواجدين في الصحراء الغربية للمحافظة. استخدام القوة إذن هو الحل الوحيد لمسك الأرض والقضاء على كل من يهدد أمن الدولة والمواطن. وسام التميمي، بغداد.